ازيكم يا حبايب المربان، عاملين ايه؟ ازيكم يا احسن ناس في الدنيا. بس اهم حاجه قبل ما نتكلم صلوا على النبي يا جماعه، يا افضل الصلاه والسلام. لايكاكم بقى واشتراكاكم عشان القناه تكبر بكم يا جماعه. كل بالبلد مع مربان، كل جديد في جديد مع مربان. خير يا مربان النهارده، خير خير خير. طبعا ابو محمد اخيرا شافني وحس بيا وبتعبي، قرر اللي هو يمشي هو والعيال يعني يتغدوا بره ويبعت لي غدايا لحد البيت. قال لي اريحك النهارده من المطبخ ومن الشقه ومن كل حاجه وايه، وهجيب لك وجبه من كنتاكي. هو مش كنتاكي، هو محل عامل زي كنتاكي، ما في ناس بتقلد كنتاكي كتير عشان بس ما نقلدش، اسمه هاي بروز، بس والله احلى من كنتاكي. إيه، جاب لي الصراحه صرف وكلف ابو محمد بصراحه، جايب لنا وجبتين انا وجبت روفان، لان حاسس ان هي خاسه وانا خاسه ماشي من بعد العيد، خاسه قوي يعني. وعيش في توميه. طيب ماشي. وكاتشب حاجه كده. ماشي، حاجه كده فخر من الاخر. بس والله الوجبه حلوه. هتقولي انت لسه فتحتيها؟ اقول لكم لان انا لا مش فتحتها، بس كنا جايبين عشان هنجيب منه. يعني بقالنا كتير من قبل رمضان، لان في رمضان ما بنجيبش جاهز، حاجات جاهزه. ابو محمد مرمطت في رمضان، كل يوم مطبخ كل يوم مطبخ. يا ابني ريحني شويه، يقول لي لا مش هناكل اكل من بره، ناكل في البيت، مع ان احنا بنصرف اكتر ما بنجيب من بره. هنا بقى ايه الوجبه الاولانيه؟ عباره عن قطعتين يا جماعه، هي دي خاليه من العظم، ده اسمها ستريبس ماشي، وبطاطس حاجه كده فخر منها. ودي وجبه روبان بردك، هات كده، دي وجبه روبان اهو. وده الرز خلينا يبقى مثلا هم 4 قطع اهم، هنحط كله مع بعضه. طبعا السلطه دي مش جايه معاهم، انا بحب السلطه طبعا. ورز اهو. دي الرز يا جماعه، نسيب الرز زي ما هو موفر في غسيل الاطباق بس احنا يعني مش نقطين. اللي رايح نفضي ايدك، نفضي ايدك، نفضي ايدك. وهاتي لي طبق زي ده من النيش، او ماشي، هاتي لي طبق زي ده من النيش، يلا حطي فيه البطاطس. احنا بقى اللي هناكل، فمش لازم بقى ايه نزوق الدنيا. وهنا بقى ايه كيسين، مش لازم. كان الاول بيحط 2 لان كان الحاجه غليت، حطوا 3 الحمد لله اهو. هاتي يا ربيع. طب لا يكفي ازاي؟ كله ببعضه كده. بطاطس قليله انا يعني غاليه البطاطس، غاليه. لا بطاطس جميله. ودي الوجبه بقى بتاعتنا يا جماعه. ودي التوميه، احلى حاجه عندهم التوميه بصراحه. لا ساعات بتبقى مش قادرين. لا توميه في رمضان، احنا ما جبنا وجبه الروفان بس في رمضان، الروفان يعني احنا ما كناش ايه. والله حلو. ما بتتاكلش كده، بتتاكل كده. والرز طبعا بتاعهم، طبعا تعرفوا الرز البسمتي ازاي بالتتبيله بتاعته، حاجه كده فخر من الاخر. انا بحب احط التوميه على الرز. ودي بقى الفيديو يا جماعه النهارده اللي ابو محمد اشتكنا ودلعنا انا وبيت روفان، وجايبين وجبه زي كنتاكي بالظبط واحلى كمان. فانتوا عارفين ان انا بحب اكل كده براحتي واشمر وكده وناكل كده براحتنا. فده بقى الفيديو، مش لازم بقى اكل يعني. حاولوا تدلعوا مراتاتكم يا جماعه. احنا كستات مصريين بنتعب، وبالذات من اول رمضان لحد دلوقتي. يعني ريحونا يوم، يعني ريحونا يوم يا جماعه والله. يعني الحمد لله ابو محمد قرر يشوفني النهارده ويدلعني ويشتكني ويجيب لي وجبه من غير يعني. النهارده الجمعه، انا ما اعرفش الفيديو ده ينزل امتى، بس من ساعه ما قمت من النوم قايمه الساعه حوالي الساعه 1 النهارده الجمعه بقى، ولا دخلت مطبخ ولا عملت فطار ولا اي حاجه. قمت لقيت انا كنت عامله كحك اللي انا كنت عاملاه معاكم، يا دوب خدت كحكتين كده مع شويه عصير انا وروفان، وبعد كده نمنا تاني، وبعد كده قمنا. كنت انا هقوم لسه هقول هعمل ايه في المطبخ، لقيت دليفري جاي بيخبط بيقول لي انت ليكي اوردر هنا، اوردر اكل وكده. فقلت ايه ده، ايه الدلع اللي انا فيه ده. فده الفيديو يا جماعه، وتعملوا لايك وتشتركوا للقناه وتدلعوا يا ستات يا مصريين زي ام روفان. نكاكوا بقى واشتركوا عشان قناه تكبر بيكم يا جماعه. كل بالبلد مع ام روفان ايه، بحبكم عقبالكم. ربنا يهدي الرجاله جميعا، بحبكم.